السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض الفراخ المشويه في الفرن. طبعا انا غاسله الفراخ كويس قوي ومصفياها. معايا التتبيله اللي هنتبل بها الفراخ. اول حاجه معايا هنا طماطم وبصل وفلفل وليمونه وكمان توم. معايا هنا التوابل: ملح، فلفل اسود، كمون، بابريكا، كركم، بهارات فراخ. لو حابه تضيفي قرفه، اي توابل انت بتحبيها ضيفيها. معايا كمان حوالي نص كوبايه ميه، وعلبه زبادي. دي التتبيله اللي هنتبل بها الفراخ. اول حاجه كده هناخد كل الخضار على الخلاط ونضربه ونرجع نشوفه مع بعض. بعد ما ضربنا الخضار كده زي ما انتم شايفين، هنزل بالتوابل. التتبيله دي حلوه قوي في الفراخ. هقلبهم كده كويس. انت لو حابه تضيفي اي حاجه اضافه من عندك عادي. قلبناها كده زي ما انتم شايفين. هنزل بعلبه الزبادي. هقلبها كويس معايا. طبعا انت بتظبطي الملح على حسب ما انت عايزه. هنزل هنا بمعلقتين من الخل. عصرة الليمونة. هقلبهم كده كويس مع بعض. هنزل هنا بمعلقة عسل صغيرة. طبعا دي بتديها لون حلو وطعم كمان حلو. هنجيب الفراخ كده نديها كده فتحات صغيرة علشان تاخد من التتبيله. بالشكل ده. هخلص كل الكمية وارجع لكم. بعد ما خلصت الكمية كده زي ما انتوا شايفين، هنيجي بقى نتبل الفراخ. هاخد من التتبيلة كده، احاول ادخل التتبيلة بين الجلد واللحم كده زي ما انتوا شايفين. طبعا انت لو حابة تعمليها بالليل، ولو هيصبح يعني تعمليها الصبح، تعمليها بالليل وتسيبها في التلاجة. بيكون طعمها احلى. عايزة تعمليها قبلها بساعتين، ده براحتك انت.
او ندعكه كده تخلي كل التتبيله تدخل جواه. طبعا هي ريحتها جميله قوي دلوقتي وانا بعمل فيها لسه، طبعا ما دخلتش في الفرن ولا كده، ريحتها حلوه قوي. انا هسيبها ليله كامله في التلاجة. طبعا زي ما قلت لك لازم الملح يكون متظبط. هندخلها التلاجة ونشوفها ان شاء الله بكره في التسويه. وده بعد كده ما بيتنا الفراخ ليله كامله في التلاجة، هي شربت كل التتبيله. معايا هنا كوسه، ومعايا الصينيه اللي هنسوي فيها الفراخ. هناخد الكوسايه كده هنعملها نصين وهرصها في الصينيه بالشكل ده. طبعا الخطوه دي اختياري، لو حابه تحطي كوسه براحتك انت، مش حابه برضو براحتك انت، بس هي بتاخد كده من طعم الفراخ وبتاكل كده جنب بروز بعيش باي حاجه. انا بعمل الكوسايه 2. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهرص عليه الفراخ. هنزل بالتتبيله. هنزل بشويه زيت. هندخلها الفرن ونشوفها ان شاء الله في التقديم. يا جماعه بعد صينيه الفراخ ما طلعت من الفرن شايفين الشكل، بسم الله ما شاء الله، شايفين واخده اللون الذهبي ازاي ومستويه كويس. وكمان الكوسه مستويه.
شايفين بسم الله ما شاء الله، حاجة كده من الاخر. اتمنى النهارده يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم بقى متنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتدوسوا لايك علشان باذن الله يوصل لكم كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين. شايفين الفراخ المشويه وجمالها بسم الله ما شاء الله. طريقتها سهله وبسيطه. بتعملي التتبيله، بتسيبيها ليله كامله في التتبيله، بتحطي شرايح بطاطس كوسه اي خضار بتحبيه تحت الفراخ، بتشغلي عليها الفرن، وبعد كده بتشغلي الشوايه. بجد طعمها حلو قوي وريحتها كمان حلوه قوي. اتمنى النهارده يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم بقى ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتدوسوا لايك علشان باذن الله يوصل لكم كل فيديوهاتي. شايفين واخده اللون الجميل ازاي. اهم حاجه لازم تقعدي الفراخ ليله كامله في التلاجة، بتاخد من التتبيله وكمان بيكون طعمها حلو قوي.